حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى جيت لكم بفيديو جديد. النهارده دوت فطار تاني يوم رمضان يا جماعه. هنعمل مع بعض فراخ بلدي، وهنعمل مكرونه بالطماطم، مكرونه حمرا يعني، وهنعمل مع بعض جلاش باللحمه المفرومه. ودوت برتقال لاني هعمل عصير برتقال فريش النهارده. اول حاجه بدات بيها حطيت بقى الفرخه البلدي كده تتسلق تستوى، تبلت الشوربه بتاعتها، وكمان حطيت جنب مني الميه بتاعت المكرونه. وهنا بقى قلت وانا واقفه بالمره كده هعصج اللحمه بتاعت الجلاش. نزلت كده ببصلايه مفرومه ناعم، حطيت عليها رشه بهارات لحمه ورشه فلفل اسمر، وحطيت كمان حبه ملح. هنا بقى هبتدي ان انا احط المكرونه علشان تتسلق اهو. حطيت في الميه كده زيت وملح. وهنا بقى بعد ما البصل كده دبل، اول ما البصله كده دبلت معايا رحت نازله باللحمه المفرومه. تمام، حطيت عليها بهارات لحمه، وحطيت برضو فلفل اسمر. بس كده خلاص اللحمه كده اللي اتعصجت معايا. هنا بقى جبت طاسه حطيت فيها سمنه بلدي، وهبتدي ان انا ادهن الصينيه اللي هحط فيها الجلاش. بدهنها يا جماعه حلو جدا من تحت، علشان لما اجي احمر الجلاش في الفرن تاخد لون من تحت زي اللي من فوق، وكمان ما تلزقش معايا. انا بحط طبقتين، بحط ورقتين يعني، وبعد كده بدهن سمنه. وفي ناس برضو بتحط طبقه واحده، بس انا مش حابه ان الجلاش بتاعي يطلع دسم زياده عن اللزوم يا جماعه. تمام، فبحط طبقتين وبدهن سمنه، بحط طبقتين وبدهن سمنه بالشكل ده. وممكن برضو لو عايزينه يبقى خفيف كده في الاكل، برضو ممكن تحطوا مكان السمنه دي زيت، بس انا حبيت ان انا اميز طعمه، فحبيت ان انا احط سمنه بلدي. عايزه اقول لكم يا جماعه ان بجد والله العظيم طلع تحفه تحفه. كان بجد خطير يعني. بصوا بقى، انا حطيت من تحت 6 طبقات. تمام، وبعد كده رحت حاطه اللحمه المفرومه اهو، واحط متوفر عندي جبنه، بس اللي هو ايه الرومي دي، فحبيت ان انا احط عليها. وعندك برضو موتزاريلا، ممكن تحط موتزاريلا يعني. لو هتحطي جبنه تركي خلي بالك بس من الملح، لان الجبنه التركي دي بتبقى حادقه شويه، عشان بس ما يبقاش حادق قوي معاكي. بصوا بقى، هنا انا كنت فصلت الكاميرا علشان ما يبقاش الفيديو طويل، وخلصت حطيت 6 طبقات من تحت و6 من فوق. بديت ان انا اقطعه كده، دهنت وشه سمنه كويس جدا علشان تاخد لون ذهبي حلو، وعشان كمان اعرف اقطع. انا بديت ان انا اقطعها كده. ضروري ضروري يا جماعه تقطعوا الصينيه قبل ما تدخلوها الفرن، علشان لما تطلع معاكم تبقى متقطعه وجاهزه اهو. هنا حسيت في جنب مفهوش كده سمنه، رحت جايه حطاله. خلاص دخلتها الفرن كده تتشمع، علشان بعد كده هحط لها الخليط بتاعها اللي هو عباره عن لبن وبيض. هنا بقى جيت اعمل البرتقال اهو. وهنا بقى خلاص ضربت البرتقال وصفيته، وهنا المكرونه كانت في الوقت ده اتسلقت، صفيتها واديتها شطفه كده، وبعد كده ركنتها على جنب. ده الجلاش بعد ما خد الوش تشميعه كده البسيطه، علشان هحط له بقى الخليط بتاعه. تمام، هنا بقى قلت بالمره هعمل تقليه المكرونه.
صلصة المكرونة. انا بجيب معلقة توم بشوحها في حبة فلفل اسمر وبهارات. الفرخة هنا خلاص برضو استوت اهي. وبعد كده بنزل بحبة صلصة من اللي هي الجاهزة، وبعد كده بحط الطماطم بتاعتي وبسيبها تتسبك مع نفسها. بتبقى خفيفة يا جماعة، بتبقى حلوة جدا. هنا قلت احمر برضو الفرخة، وهنا خلاص الصلصة اتسبكت. وده الجلاش هبتدي بقى احط له دلوقتي كوباية اللبن بالبيضة علشان يطلع معايا مورق وطري اهو. لو وصلتوا معايا لغايه هنا والنبي يا جماعه حطوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، علشان انا بجد بجد بتعب في الفيديوهات دي جدا. دخلتها الفرن تاني بقى، وهنا بقى قلت هسخن تقلية المكرونه وهنزل بقى بالمكرونه. خلاص بقى الاكل يا جماعه اهو. عايزه اقول لكم ان الاكل بجد ريحته تحفه وطعمه كان جميل جدا. جربوا طريقتي في الاكل هتعجبكم قوي. شايفين الجبنه؟ عايزه اقول لكم ان الجلاش مورق وتحفه بجد. الفراخ اهي مستويه زي الزبده. وقلت هنا بقى هعمل حبه خشاف على قد كده عملته. وده عصير البرتقال، وكمان عملت كركديه ساقعه هنا بنحبها جدا احنا على الفطار. ودي المكرونه اهو. تعالوا تفضلوا افطروا معانا. رمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم بالخير كده ان شاء الله. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.